توقعات كابتن احمد عرفة. طبعا كابتن احمد الماتش الاول في يعني فاز بالتوقع مليون المية، لكن المباراة التانية قلشت منه. ايوه. كابتن احمد، الماتش الاول يعني ما بين الاهلي لا. والسيراميكا، يعني التوقع طلع مظبوط 100%. الحمد لله ان احنا كسبنا الماتش، والحمد لله ان احنا زي ما احنا توقعنا وقلت ان اه الاهلي هيكسب 2-1. واللعيبه لعبت رجاله. انا شايف امبارح الاداء كان كويس، الشوط الاولاني كله كان كويس، الشوط التاني لغايه لما الاداء البدني نزل لتحت شويه، وبعد كده التغييرات برضو بتاعت يستروب كانت فرقت شويه، والرعونه برضو بتاعت احمد عبد القادر وطاهر اثرت شويه في اخر الماتش. ولكن الحمد لله ان احنا كسبنا، ونشوف النهائي بقى هنعمل ايه مع الزمالك يعني رأيك في وربنا يكرم. المباراة، هل الاهلي فعلا كان ادى الاداء المظبوط اللي والله كان هو مطلوب منه؟ انا توقعاتي يعني هو اللي انا شفناه امبارح ان الاداء امبارح كان كويس، يعني كان اه مقبول، وان يعني بالتدريج هتيجي يعني بدأ بالتدريج ان المدرب شاء الله. يعرف اللعيبة. هو اللي يعني انا عجبني قوي طريقه التشكيل اللي في الخط الامامي، اللي خلى الحريه لاشرف بن شرقي وزيزو وتريزيجيه ان هم اه الثلاثه يتحركوا تحت جراديشار بطريقه كانت حلوه امبارح. عجبتني جدا طريقه ان خلى اشرف بن شرقي يروح شويه على اليمين وشويه على الشمال، وزيزو في النص وتريزيجيه الناحيه الثانيه. كان اداؤه كويس، كان احسن من قبل كده. اه اداء بن شرقي برضو كان اداؤه كويس. انا شايف ان اداؤه كويس جدا امبارح، وتحركاته وجري على الكوره غير زمان يعني. اه انا تقييمك شايف لأداء الأهلي امبارح يعني كم من 10 تقريبا؟ يعني لا، يعني لسه ما وصلناش للحد، يعني 7-8 من 10. ما سبعة وصلناش تمانية من للحد عشرة اللي احنا اه كنا يعني. اللي احنا عاملين فيه النادي الاهلي واللعيبه دي كلها. ولكن اه احنا نقول يعني بعتقد ان هو بدأ يمشي على المسار اللي احنا عايزينه. لكن برضو نرجع ونقول الاداء البدني برضو في اخر الماتش اللي خلاه يلعب بخمسة ورا تراجع الاداء البدني شوية في نص الملعب بالنسبة اسمه ده لمروان. اه برضو ما يعني جه في شوط في اخر الشوط الثاني كده، اخر 10 دقايق دي اللي اثرت معانا شويه ولكن هتتحسن ان برضه شاء ما الله في زال الفتره الأخطاء الجايه. الدفاعية عند الأهلي مشكلة كبيرة، هي يعني ما فيش فيها حد. يعني احنا ما شفناش في الماتش كله. اه يعني انت لو ركزت كويس على الماتش ما تلاقيش اصلا، ما فيش غير كوره واحده بس اللي جت على الجون، هي الكوره اللي دخلت في الجون. اه وخطا يعني دي مش خطا نعتبره خطا، بس اكتر من ان الباكين ياسين وياسر كانوا سرحانين. اه يعني دي ما دي اللي انا شايفه ان هما الاثنين كانوا سرحانين وتايهين. وبرضه طلعت الشناوي كانت بدري شويه، اه يعني لو كان اخر نفسه سنه كان ممكن يعمل فيها حاجه. لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله يتحسنوا مع الوقت الفتره الجايه طيب باذن نيجي الله. للمباراة التانية، وطبعا كانت عكس كل مباراة التوقعات الزمالك يعني كانت عكس ف... التوقعات مم. خالص، لان انا كنت فاكر ان بيراميدز هيعمل. بس انا قلت برضو في جملة قلتها ان الزمالك حظه اعلى في بيراميدز في فعلا الماتشات صح حصل. النهائية دي. يعني اه الماتشات النهائية او الماتشات اللي من مباراة واحدة ما بين الزمالك وبيراميدز، دايما الزمالك بيبقى ليه الزمالك للغلبة دايما اه. الحظ الاعلى على بيراميدز. ولكن ونسبة فوز الزمالك كبيرة على ايه يعني بيراميدز كتير هو في ايه، جميع وبرضه المباريات. بقى يعني هو نقول برضه فاز ضربات الجزاء. عواد برضه كان متمرس في الحكايه اه دي، في ضربات الجزاء عواد كويس فيها لكن يعني. ظهر على لعيبة الزمالك روح كبيرة، لكن ايه يعني نقول طبعا يعني تحس هم ان هي برضه روح عايزين الفانيلا. ايه، الجماهير برضه اه عملت لها ضغط دور كبير عليهم، برضه. والفرقه برضه عايزه تطلع من اللي هي فيه. اه وبرضه اداء، يعني انا شايف اداء فتوح امبارح كان مقبول. اداء الونش برضه لما رجع مع الدفاع شويه مقبول، مع ان كان في غلطه ومحمد كده. اسماعيل برضه. اللي هو برضه في نص الملعب محمد السيد. انا شايف ان الواد محمد اسمه شحاتة محمد محمد شحات. شحاتة اه. انا شايف الواد ده هيبقى اه ليه مستقبل جامد، وان شاء الله يبقى في طبعا كان الاهلي مصاب الفتره الجايه ان ورجع شاء الله. تاني اه. طيب ادائك لاحمد عبد الرؤوف كمدرب، يعني اول مره إن يمسك يعني فريق كبير زي الزمالك. برضه هو برضه ممكن في الفترة دي نلعب بخبرات اللعيبة اللي موجودة، اه مش بأدائه هو. لكن هو قفل الملعب. يعني أنا اه عجبني برضه فكرة إن هو برضه خلى عبد الله السعيد يتحط في الاحتياطي، وبعد كده ينزل الشوط الثاني، اه يوفر مجهود مثلا يوفر لشوط مجهوده اه. للشوط كامل. ودي كانت فكرة حلوة ان هو ادى اداء دفاعي كويس في الشوط الثاني، في الشوط الاولاني، وبدأ يشتغل على الهجمات المرتدة. وناصر ماهر كان عامل شغل كويس امبارح اه برضه، مم. مع ان برضه في شوية برضه رعونة شوية بالنسبة لناصر. ولكن هو ده يعني الاداء اللي انا شايفه للزمالك، وهيبدأوا يتحسنوا. طيب كابتن احمد، انت شفت اداء الزمالك واداء الاهلي، توقعاتك للمباراه النهائيه ما ليست من لا، النتيجه ولكن من الاداء، يعني دايما توقع اه ماتشات الاهلي والزمالك خارج ما التوقعات فيهاش توقعات، ما فيهاش فعلا، اي حاجة. ولكن على حسب اداء اللاعبين حسب الاداء في يعني حسب المباراه. اداء اللعيبه نفسها في المباراه. يعني ممكن اه تلاقي الماتش الاهلي قبليها كويس
كويس وماشي 100 ويجي قدام الزمالك ما يعملش، كذلك الزمالك يبقى مش موجود وفجأة تلاقيه طلع، ولكن احنا نأمل ان شاء الله يعني إن احنا دائما ناخد هذه الكاس ان شاء الله. المباريات بيكون للعيبه الكبيره لها دور في بس الخبره انا بتفرق يعني في انا الماتشات توقعاتي دي. ان الزمالك هيلعب الماتش ده على ان هو يجر الاهلي لضربات الجزاء. لان يعني الزمالك ده ما عندوش توقعاتي، حلول هجوميه يعني كتير، ايه ما فيش خاصه سيف مع الاصابات الجزيري الكتير. يعني وما نعرفش برضو العدي عمل ايه، الاصابه بتاعته شكلها ايه، ما يعني هيبان كله. والبرازيلي برضو مش فعلا نتوقع ان الاهلي مش يكون له باين. الغلبه الهجوميه، والزمالك يعني يلعب على الهجمات المرتده، توقعاتي كده او انه يروح لضربات ضربات الجزاء. الجزاء، وابان بقى في الماتش ساعتها ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، وده تعليق سريع، وان شاء الله لنا إن شاء الله حلقات قادمه الفوز مع الجمهور باذن للأهلي الله، إن شاء الزمالك الله. يكسب ان شاء الله.